النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. يعني قلبت السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت، وكان عليها جدل كتير وكان كله على سبيل الهزار يعني، لأن مفيش حاجة رسمية صرحت بده. بس أنا النهاردة مش هتكلم عن الموضوع ده، وسألت رأي حد زميلي عجبني رأيه جدا، فحبيت إن أنا أشارككم رأيه ووجهة نظره في الموضوع بتاع القايمة والجواز وكده. فخلونا مع بعض نسمع باسل هيكلمنا عن القايمة والجواز بشكل عام، وإيه الغرض من الجواز، وهل موضوع القايمة ده لو اتلغى هيحل مشاكل ولا هيوجد مشاكل. اتفضل يا باسل. الجواز من أحلى النعم اللي ربنا أنعم علينا بيها، إن يبقى عندك شريك وونس وظهر واقفين ضد مرور الأيام وبتحاولوا إن يبقى بكرة أحسن وبتبنوا مستقبلكوا سوا. أصل الجواز والهدف منه هو إن البشرية ما تموتش، وإن الإرث يتواصل بين الأجيال. وشكل الجواز أو شكل علاقته من أحلى العلاقات البشرية. في عالم جليل ألف مرة أنت عايز حد تعيش معاه بشكل أقرب بكتير من علاقتك بأمك وأبوك وأخواتك. ده احتياج نفسي فطري اللي احنا بنسميه في الإسلام السكن. حد تسكن إليه، محتاج الدفء والعطف والاحتواء، محتاج إن يبقى في شخص محتاج لك وبتساعده، وتبقوا انتوا الاتنين بدال لعجلة تزقوها لقدام. وعشان الزواج يتم لازم مسكن وأساسيات في المسكن، وعشان نحدد الأساسيات دي لازم نرجع للأصل. والأصل في أي حاجة هو الدين، وهو إن الراجل يجهز المسكن بما حمل. واما نقول مسكن يعني مكان صالح للمعيشة، مش لازم تجهيز فندقي، بس في نفس الوقت مكان قابل ان اتنين يعيشوا فيه بشكل يرضي ربنا. وكان اما الشاب زمان بيتقدم عشان يخطب بنت او يكتب كتابه عليها ويروح لأهلها، فكان بيبقى محوش مبلغ، لكن المبلغ ده ما كانش بيكفي، فكان أهلها بيساعدوه بجزء في التجهيزات. ومن هنا ابتدت تظهر كذا مشكلة. أولها الشكليات، إن إحنا هنجيب كذا عشان يبقى أحسن من فلان وفلانة، هنعمل كذا عشان الناس ما تقولش ما عملناش. وابتدى من هنا موجة تضخم رهيب في أسعار التجهيز للزواج، والموجة دي للأسف بتكبر بشكل تصاعدي سنة ورا سنة، لحد ما بقى الجهاز والعفش بيتخطوا حاجز الربع مليون وساعات النص مليون في التجهيز. وبيبقى في حاجات كتير أصلا مش بتستخدم لسنين، وده تبذير واضح وصريح وفلوس مرمية على الأرض. وللأسف في تاني مشكلة، إن بيبقى في شرط في القايمة إن لو حصل خلع من الزوجة فالزوج واجب عليه إن هو يرجع اللي في القايمة. طب ده المشكلة؟ لا، مش دي المشكلة. المشكلة بقى إن الحاجة ترجع في حالة جديدة زي ما هما ما اشتروها، وده مش منطقي. إزاي الزوج يرجع حاجة جديدة زي ما هما ما اشتروها بعد استهلاك سنة ما هما الاتنين مستهلكينها؟ لأنه مش مشتريها عشان يحطها في كيسها. فأصبح بقى في حالات كتيرة في آخر سنتين تلاتة منتشرة بشكل زيادة، ان بقى الزوج يبقى قاعد في بيته ويلاقي نفسه مرفوع عليه قضية خلع ومطالب ب200,000 ولا 100,000 ولا 300,000 يدفعهم مرة واحدة، ويدخل في دايرة ديون ومستقبله يتدهور ويضيع. وللأمانة من الناحية التانية بقى في أهالي بيتقوا ربنا مع العريس وما يمضوهوش على قايمة، بس هو اللي بيسوق فيها وما يدوش العروس الحاجة، أو يبدل عفش بعفش قديم. بس في الطبيعي من غير الشرط ده، إن لو أهل العروسة ساعدوا العريس بحاجة، بأجهزة ولا بعفش، إن يبقى في ما يثبت ده إن هم اشتروه، وياخدوه لو حصل انفصال بدون محاكم ولا لجوء للقانون، ويبقى بأدب وأخلاق. والعريس هو اللي يقول اتفضلي يا بنت الناس، حاجتك اهي اللي جبتيها. ولو هو لقى في حاجة تالفة أو بايظة من نفسه يجيب بدلها. هيلاقي هي من نفسها، لو هو مثلا كان حالته المادية مش أحسن حاجة هتقول له لأ شكرا، أو تتأجل لما حالتك المادية تبقى أحسن. الجواز مش حرب، ولا نبقى رافعين السلاح في وش بعض مستنيين لحظة غد. الأصل في الزواج إن الاتنين بيأمنوا البعض على بعض. ورسالة للأهالي: الفلوس مش هتحافظ ولا تضمن حق بنتكم، إنما واحد ترضون خلقه ودينه. ورسالة للشباب: مش معنى إن واحدة رضيت بمستواك الحالي ومأمنة بيك وافقت عليك هي وأهلها يبقى أهلها بقوا ورخيص، ولا هي مستخلصة نفسها، والكلام اللي بيسم البدن ده. الصحابة كانوا بيتجوزوا صحابيات بدرع حرب كمهر. فلو انت مش فاهم فالمشكلة من عندك. وأخيرا موضوع القايمة ده هيظهر معدن الزوج وأهله والزوجة وأهلها. الزوج هيبان إذا كان قد المسؤولية ولا لأ، قد خطوة الزواج ولا لأ. والزوجة وأهلها هيبان إنهم هل هيقعدوا يتشرطوا ويصعبوا الأمور على الزوج بما إن مفيش قايمة، ولا هيتقوا ربنا فيه وبسبب ظروف المعيشة الصعبة ويسهلوا الأمور عليه. ممكن يساهموا
معاه ولو بشيء بسيط كنوع من الدعم. بالنسبة للعريس، فانت مش مطالب غير بفرش شقة، بس يبقى بشكل آدمي كريم من غير سلفة ولا ديون، وبحسبة بسيطة انت تقدر تجهز أساسيات بيتك ويبقى صالح ليك ولزوجتك ب100,000 جنيه، ويمكن أقل كمان، وبأسعار النهاردة بعد الزيادة. يعني لو راجل بيشتغل شغلانتين متوسطين، بنتكلم في رينج مثلا 3000 جنيه، وعايش مع أهله، يعني هيقدر مستريح يحوش 4000 جنيه لو أكتر من أصل الست. يعني في سنتين يبقى جمع ال100,000. ده لو شقة إيجار. لو تمليك فبقى في شقق مقدمها بيبدأ من 50,000 و30,000 كمان. يعني سنة زيادة، وكل ده من غير مساعدة ولا من أهلها ولا من أهله، ومش بالقايمة أصلا ولا بالفرش. ياما ناس كتبت قايمة عشان تضمن حقوقها وحقوق بناتها ومطلتش ولا جنيه، ومؤخر بأرقام كبيرة ويرفض الطلاق لحد ما يتخلوا عن الأرقام دي. والفلوس الحرام عمرها ما بتدوم، وكل يوم القيامة مردود. أساس الزواج العمران بالدين واللين، المحبة والحنية والطبطبة في الخصام. وزي ما بنسمع وبيطلع وبينتشر قصص كتير بعد الطلاق والخلع ومشاكل على القايمة، ففي قصص كتير أوي حلوة ومستخبية، من نهاية جميلة للعلاقة ومدى الأخلاقية في التعامل، وإن الناس بتتقي ربنا في بعض. وربنا يهدي الجميع ويقدم اللي فيه الخير. بنشكر باسل جدا على رأيه ووجهة نظره اللي وضحها لينا خلال الحلقة. وإن شاء الله يعني هيكون في كلام باستفاضة أكتر الفترة اللي جاية عن الموضوع ده، بس هندرسه من جوانب تانية بعيدا عن القايمة وبعيدا عن أي حاجة تانية. شكرا لكم، وانتظرونا كل أسبوع إن شاء الله. سلام.